الكلام موجه إليك فاسمعه جيدا. ليس هناك زواج كامل، ولا صداقة كاملة، ولا دوام مثالي، ولا تجارة مريحة، ولا حياة وردية. حرر عقلك من التوقعات غير الواقعية. الجميع يعاني، لكن هناك فرق بين من يتغاضى ويتجاوز ومن يحقق ويدقق. الحياة جميلة حينما تتعامل معها بأنها ناقصة، فهي ليست جنة الخلد، فعاملها على أصلها لتستريح. الشخص الذي كنت واقعا في حبه عند عمر 17 لن يهمك أمره عندما تصبح في عمر 25. الامتحان الذي فشلت فيه في السنة الأولى لن يهمك عندما تكون في السنة الأخيرة وأنت على وشك التخرج. المشاكل التي تواجهك اليوم قد تبدو لك نهاية العالم، لكن تأكد بأنها لن تهمك ولن تحدث فرقا بعد عام. ستكون على ما يرام. قد يمنع الله عنك سوء الأقدار على هيئة عطل في سيارتك، أو تأخر في استيقاظك من النوم، أو مرض في جسمك، أو ضيف مفاجئ يمنعك من الخروج، أو تأخر زواجك، أو عدم قبولك في وظيفة، أو تأخر في الإنجاب، وغيرها الكثير. تذكر فقط، لو فتح الله لنا الغيب لسجدنا شكرا على أمور حجبها عنك.